يا جدعان، جمهور الاهلي والزمالك قسما بالله الاتنين لما بيتجمعوا في حاجه واحده بتطلع حاجه فوق العظمه. مفيش جمهور يا جدعان في الوطن العربي كله زي جمهور الاهلي والزمالك. انا عملت فيديو بين الشوطين لان الاهلي طبعا ما كانش رافع لافته لاحمد رفعت، وانا عارف ان جمهور الاهلي اصلا هيعمل كده، بس توقعت فعلا ان هم اتمنعوا او ما يدخلوش بحاجه زي دي. الشوط الثاني شفت العظمه دي. انا شفت العظمه. اخويا الزملكاوي امبارح اقسم بالله فاجئني. جماهير الزمالك يا جدعان امبارح فاجئتني بالعظمه اللي عملوها، والله العظيم عملوا امبارح عظمه فوق العظمه. النهارده الاهلي بيعمل عظمه وبيكمل اللي عمله اخوه الزملكاوي امبارح. اقسم بالله ده دلوقتي يا جدعان ما ينفعش نقول جمهور اهلي وجمهور زمالك. دول جماهير مصر، اقسم بالله دول جماهير مصر. دي جماهير الرجاله اللي دايما بتبقى حاضره في المواقف، حتى تحس ان هم عاملين اليافطه هي جمله واحده. جمله واحده اقسم بالله، جمله واحده متقسمه على جمهورين اعظم من بعض. توقف قلب واوجع قلوبنا في الجنه يا رفعت. النهارده بقى جماهير الاهلي كمل الجمله بتاع اخواتهم، بيقولوا عدت من الموت لكي تودعنا ولكنك صدمتنا.